السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنشرح الدرس الرابع، الإيمان بالله تعالى، للصف الكام؟ الثاني الابتدائي. هنا لما باجي أقول يعني ايه يا ميسا الإيمان بالله؟ يعني ايه الإيمان بالله؟ لما أنا أسألكم سؤال وأقول لكم هو ربنا كام حد؟ 1 ولا 2 ولا 3؟ تقولي لأ طبعا يا ميس ربنا 1. برافو. أنا سامعة ناس بتقولي ربنا 1 يا ميس، ربنا 1. برافو عليكم. يعني أنا أؤمن إن ربنا 1. تمام. طب لو أنا قلت لكم ربنا ليه حد شكله؟ في حد شكل ربنا؟ لأ يا ميس طبعا مفيش حد شبه ربنا. طب حد صفته زي صفة ربنا؟ لأ طبعا يا ميس. يعني احنا كلنا كل حاجة ولا شبه ربنا ولا نفس صفات ربنا. طيب لو انا سألتكم وقلت لكم مين اللي خلق الكون كله هتقولوا لي مين؟ ربنا يا ميس. برافو عليكم شاطرين. ربنا هو اللي خلق الكون كله. طيب سخر لنا الكون كله ولا لأ؟ يا ميس سخروا لنا، لان احنا نقدر نزرع على الارض براحتنا. نقدر الصبح بنلاقي الشمس بتطلع مش بتقول لنا لا انا مش هطلع. بنقدر نعمل كل حاجة احنا عاوزينها. يعني ربنا سخر لنا كل حاجة. يا ميس ربنا سخر لنا كل حاجة. طيب هنعمل ايه بقى احنا؟ ربنا خلقنا ليه وسخر لنا كل شيء ليه؟ لنعمر الأرض وإيه تاني؟ ولنعبده. يعني ايه؟ يعني عشان نعمل ايه؟ نشتغل، صح كده؟ ونعمل حاجات كتير على الأرض زي ما بنعمل، صح كده؟ يعني ما ينفعش نفسد في الأرض. يعني نعمل كل حاجة كويسة موجودة على الأرض. إزاي يا ميس؟ ينفع إن أنا أرمي مثلا قمامة في الشارع؟ لا يا ميس، لازم أحافظ على البيئة ولازم أرميها في مكانها. طيب ينفع إن أنا بهدل المكان اللي أنا قاعدة فيه؟ لا يا ميس. طيب أرض ينفع تتزرع؟ ينفع أسيبها كده ما تتزرعش؟ لا، أزرع الأرض يا ميس. يعني كل دوت لإيه؟ لعمارة الأرض. يعني ربنا خلقنا عشان حاجتين، لنعمر الأرض وإيه؟ ولنعبده. برافو عليكم. طيب عشان انتم شاطرين هناخد حديث جميل جدا، ركزوا معايا بقى فيه علشان نحفظه مع بعض. تمام كده؟ طيب أنا دلوقتي عاوز أكون مؤمن. أنا مؤمن بالله وعاوز أحقق شروط الإيمان. هعمل إيه؟ عشان أكون مؤمن لازم أحقق 6 حاجات. إيه هما؟ 6 إيه؟ 6 حاجات. إيه هما؟ أول حاجة أكون مؤمن بالله. أكون مؤمن بمين؟ بالله. مين مع ربنا؟ مين مع ربنا في الجنة؟ موجود مع ربنا الملائكة يا ميس مع ربنا، وبتسمع إيه؟ أوامر ربنا وبتعملها. يعني إيه؟ يعني الإيمان بالله. مين اللي مع ربنا؟ الملائكة يا ميس. طيب هو مش سيدنا جبريل ملاك؟ يا ميس ملاك. مش سيدنا جبريل اللي نزل الكتب السماوية على الرسل؟ أيوة يا ميس، سيدنا جبريل كان بيوصل أي رسالة من ربنا لأي رسول ربنا عاوز يوصله الرسالة. يعني ربنا مع مين؟ الملائكة. طب والملائكة؟ سيدنا جبريل ملاك، الملائكة بعد الملائكة الكتب السماوية. بينزلوا إيه؟ بينزلوا من ربنا كتب. طيب بينزلوها على مين؟ على الرسل يا ميس. برافو عليكم. يبقى بعد الكتب إيه؟ الإيمان بالرسل يا ميس. طيب هو مش بعد ما الرسل يقولوا لنا يبلغونا رسالة ربنا ونعيش بعد كده هنموت ويجي يوم القيامة اللي هو يوم الآخر؟ يا ميس. يبقى بعد الإيمان بالرسل إيه؟ الإيمان باليوم الآخر يا ميس. برافو عليكم. طيب لو حصل لنا أي حاجة كويسة أو وحشة مش لازم نقول الحمد لله؟ أيوة يا ميس، لأن ربنا ما بيعمل لناش حاجة وحشة. كل حاجة ربنا بيعملها لنا حلوة ونحمد ربنا عليها، صح كده؟ يبقى لازم أؤمن بإيه؟ الإيمان بالقدر خيره وشره. يعني أؤمن بالقدر، أي حاجة تحصل لي أقول الحمد لله. تمام؟ نقول تاني. يبقى بنؤمن بمين أول حاجة؟ ربنا يا ميس. مين مع ربنا؟ الملائكة يا ميس. الملائكة بتنزل إيه من السماء؟ كتب يا ميس.
الكتب دي بتنزلها على مين؟ على الرسل يا ميس. بعد ما الرسل يبلغونا ويقولوا لنا نعبد ربنا ونعبده، وبعد كده يحصل لنا ايه؟ هنموت يا ميس، وبعد كده هيجي اليوم الآخر وربنا هيحاسبنا، يبقى الإيمان باليوم الآخر. طيب آخر حاجة خالص نؤمن بإيه؟ بأي حاجة تحصل لنا خير أو شر، يعني الإيمان بالقدر خيره وشره. تمام كده؟ طيب هناخد الحديث وبعد كده نراجعهم تاني. تمام كده؟ وبعد كده بعد ما نخلص هسألكم أسئلة واشوف انتوا شاطرين ولا لا. اتفقنا؟ أنا سامعة ناس بتقول يا ميس، برافو عليكم. طيب عشان انتوا شاطرين نغير لون القلم. ماشي؟ نختار ايه رأيكم؟ اللون الأخضر. في ناس قالت أخضر، نختار الأخضر وبعد كده ايه نبقى نشوف لون تاني لو الناس عايزة لون تاني. تمام؟ طب نمسح ده الأول. يلا ركزوا بقى معايا. طيب لما نيجي بقى نقول ايه؟ نقول الحديث. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان سيدنا جبريل راح لمين؟ للرسول. تمام؟ نزل مين من السماء وراح للرسول. تمام؟ طيب وراح سأل الرسول عن مين؟ عن الإيمان. راح يسأل الرسول وسأله عن ايه؟ عن الإيمان. طيب جاء سيدنا جبريل عليه السلام وسأل النبي عنها. عن مين؟ عن الإيمان يا ميس، أركان الإيمان. برافو عليكم شاطرين. قال له أخبرني عن الإيمان. أخبرني عن الإيمان يعني قول لي، كلمني عن الإيمان. فالرسول قال له إيه؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فسيدنا جبريل لما سمع منه كده قال له صدقت، يعني اللي انت يا محمد قلته صح. سيدنا جبريل نزل لسيدنا محمد علشان يعلمه هو والمؤمنين أركان الإيمان. تمام احنا حافظناش الحديث يا ميس، نحفظه. يلا انا هقول وانتوا هتقولوا ورايا. تمام؟ اول حاجه هقول لكم حاجه وهقول لكم على حاجه كده وبعد كده نعمل ايه؟ نقول الحديث. اول حاجه هنؤمن بمين؟ بربنا يا ميس، بالله. مين مع ربنا في الجنه؟ الملائكه. تمام؟ الملائكه بتنزل ايه من السماء؟ كتب سماويه. تمام؟ على مين؟ على الرسل يا ميس. طيب لما الرسل تقول لنا لما تدعونا لعبادة ربنا ونعبد ربنا وبعد كده نموت ويحصل ايه؟ ربنا يحيينا ويحاسبنا يا ميس ويجي اليوم الآخر. وآخر حاجة خالص نؤمن يا ميس بأي حاجة في الدنيا خير أو شر، يعني الإيمان بالقدر. تمام؟ نقول بقى الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان. تمام كده؟ يلا أن تؤمن بالله. برافو، أنا سامعة ناس بتقول بالله. أن تؤمن بالله وإيه؟ وملائكته. برافو عليكم. وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. برافو عليكم، أحسنتم. نقول تاني. هنقول تاني، أنا استمع الناس شاطرين. يلا يبقى الإيمان أن تؤمن بإيه؟ أن تؤمن بالله. تمام؟ وملائكته وإيه؟ وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. برافو عليكم، أحسنتم، برافو عليكم. طيب يبقى دول ايه؟ أركان الإيمان. لما أسألكم أركان الإيمان ايه؟ 6 يا ميس. أول حاجة ايه؟ نؤمن بالله يا ميس، برافو. تؤمن بالله ومين تاني؟ وملائكته، مع ربنا وبينزلوا ايه الملائكة؟ كتب يا ميس وكتبه. على مين؟ الرسل ورسله بعد ما يبلغونا ان احنا نعبد ربنا. بعد كده واليوم الآخر، وفي الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. تمام؟ نقول له آخر مرة. جاء سيدنا جبريل صلى عليه السلام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قائلا أخبرني عن الإيمان.
قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. برافو عليكم. طيب نحل بقى الأسئلة عشان نشوف الشاطرين الحلوين عارفين يحلوا ولا لأ. طيب هنشوف. أول حاجة هنا بيقول ضع علامة صح أسفل العبارة الصحيحة، العبارة الصح فقط. أول حاجة الله تعالى ليس كمثله شيء. مفيش حد شبه ربنا. أيوة يا ميس طبعا، برافو عليكم. الحج من أركان الإيمان الستة. إيه يا ميس ده؟ وحضرتك قلت لنا الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ما قلتلناش الحج. لأن الحج مش من أركان الإيمان، لأ دي من أركان الإيه؟ من أركان الإسلام يا ميس، برافو عليكم. طب الإيمان بالرسل من أركان الإسلام الخمسة. لأ يا ميس، من أركان الإيمان، احنا لسه أخدينها يا ميس من أركان الإيمان، دي غلط، مش هنعمل عليها ولا صح ولا غلط. تمام؟ طيب تعلم النبي أركان الإيمان من جبريل عليه السلام. أيوة يا ميس، سيدنا جبريل علم سيدنا محمد أركان الإيمان. طيب هنشوف هنا مين الشاطر اللي يقول لي. هنحط علامة صح برضو عند العبارة الصحيحة. عدد أركان الإيمان 5 ولا 6؟ 6 يا ميس، برافو عليكم. أركان الإسلام هي اللي 5، ملناش دعوة بيها دلوقتي، هنتكلم على أركان الإيمان. أركان الإيمان كام؟ 6. طيب سخر الله لنا الكون لإيه؟ لنلعب ونضيع أوقاتنا؟ لا يا ميس، لنعمر الأرض ونعبده. أيوة يا ميس، عشان نعمر الأرض ونعبد ربنا، برافو عليكم. من أركان الإيمان الصلاة ولا الإيمان بالرسل؟ لا يا ميس، الإيمان بالرسل، وحضرتك قلت لنا لسه من شوية. اليوم الآخر هو يوم إيه؟ خلق سيدنا آدم ولا يوم القيامة؟ يوم القيامة يا ميس، ده احنا شاطرين، برافو عليكم، أحسنتم، ده انتوا شاطرين جدا. طب نحل السؤال اللي بعده. لما أسألكم بقى وأقول لكم هنا أكمل العبارات الآتية. لما أقول لكم بقى الإيمان بالله هو أن نؤمن بأن الله ربنا، بأن لا ربنا نعبده ولا واحد أحد ولا الأرض ولا شيء؟ لا يا ميس، الإيمان بالله هو أن نؤمن بأن ربنا واحد أحد، يعني واحد، نؤمن ربنا واحد وليس كمثله شيء يا ميس، برافو عليكم. وقد خلق الله الكون كله وسخره من أجلنا. لإيه؟ ولنعمر لنعبده، برافو عليكم، لنعبده. ولنعمر الأرض يا ميس، برافو عليكم، شاطرين، برافو عليكم. طيب هنا هنحط علامة صح عندما نعبر عن عمارة الأرض. تمام، احنا دلوقتي هنعمل هنعبر عن عمارة الأرض، ده لعمارة الأرض ولا لأ؟ تمام كده. وعلامة خطأ عندما يعبر عن إفسادها. لما الصورة بتعبر عن عمارة الأرض هنعمل صح، الصورة بتعبر عن عن إفساد الأرض، يبقى هنعمل علامة غلط. أول حاجة هنا بيعملوا هنا بيزرعوا يا ميس أهو، يبقى ديت عمارة الأرض ولا إفساد الأرض؟ لا يا ميس، دي عمارة الأرض، صح، شاطرين هم يا ميس، برافو عليكم. طب بصوا الصورة دي، القمامة مالية الشارع كله، القمامة موجودة في الشارع كله. لا يا ميس، ده إفساد الأرض يا ميس، برافو عليكم. طب بصوا ده بيعمل بيقطع الشجر. ده ليه يا ميس كده؟ ده يخلي شكل المكان مش حلو. لا يا ميس، هنقوله ما يعملش كده، غلط، انت كده بتفسد الأرض. طيب دول شايفين بقى الجمال الحلوين دول اللي انتم زيهم وشاطرين وبتعملوا زيهم كده، ما بيتبهدلوش حواليكوا خالص، دول بينظفوا المكان اللي قاعدين فيه، شاطرين، برافو عليهم. طيب هنا ده بيعملوا يا ميس؟ بيبنوا. طبعا دي بناء الأرض، دي مش إفساد الأرض، دي عمارة الأرض. طب هنا بصوا بقى، ده رايح يرمي قمامة في الشارع. لا يا ميس، ده كده بيعمل فعل خاطئ والمفروض نقول له ما يعملش كده، برافو عليكم. طيب كده خلاص، دي آخر حاجة. تمام كده احنا خلصنا وشاطرين وعرفنا الدرس
ونعمل ايه؟ ونحل الأسئلة، تحلوا الأسئلة معايا، ولو مش عارفين تعيدوا تسمعوا تاني وتحفظوا الحديث. علشان ايه؟ علشان تكونوا شاطرين، انتوا اصلا شاطرين عشان تبقوا اشطر واشطر. تمام؟ طيب ان شاء الله وبإذن الله نتقابل بقى الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.